هو كان مجرد عامل نظافة في MIT، وفي يوم وهو بينظف الأرض لمح مسألة رياضيات مكتوبة على السبورة. ما كانش يعرف إن المسألة دي واحدة من أصعب معادلات فوريه في العالم، ومع ذلك حلها بمنتهى السهولة. معادلات بالدرجة دي من التعقيد ما بيقدرش يحلها غير ناس قليلين جدا في العالم، وبعضهم واخدين نوبل. ولما الأستاذ اللي كاتب المسألة شاف الحل الصح جري وقال: الحل ده صح. مين اللي عمل كده؟ جاك؟ أنا؟ لا طبعا، مفيش فرصة. ولا طالب من الطلبة الممتازين اعترف إنه هو اللي حلها. ساعتها الأستاذ فهم إن MIT لسه مكتشفة عبقري جديد، بس محدش كان يتخيل إن العبقري ده هو عامل النظافة الهادي. الأستاذ كان وعد إن أي حد يحل المعادلة قبل نهاية الترم هياخد أعلى تقدير، واسمه هيتسجل في تاريخ MIT، شهرة ومجد في لحظة. بس الموضوع ما خدش غير يوم واحد. الطلبة من كل الكلية بدأوا يتجمعوا علشان يعرفوا مين اللي حل المسألة، بس العبقري الغامض ما ظهرش. فالأستاذ حط تحدي جديد، هو وزميله اخترعوا مسألة جديدة، والاتنين قعدوا أكتر من سنتين علشان يحلوها. كتبوها على السبورة في ممر الجامعة على أمل إن العبقري يشوفها. في نفس الليلة ويل عامل النظافة وهو بينظف شاف المسألة وبدأ يحلها، بس المرة دي الأستاذ شافه. في الأول الأستاذ افتكر إنه بيشخبط وزعق له وكان هيوقفه، بس ويل شافه وهرب. الأستاذ جري وراه، لكن لما لف ورا الركن ويل كان اختفى. ولما الأستاذ رجع للسبورة اتصدم، الحل كان صح، ويل حلها فعلا، كان شبه معجزة.